سلام البنات، جيتكم اليوم بجوج أشكال من الصابلي بريستيج كيجي من أروع ما يكون، مع ذكر بعض الأسرار باش ينجح معكم. خليكم الآن مع المقادير. عندي هنا الدقيق، البيض، سكر جلاسي، الزيت، فاني، نشا، حليب بودر، زبدة، وقهوة سريعة الذوبان. المقادير عتلقوهم بالتدقيق في صندوق الوصف. بسم الله على بركة الله. كناخدو واحد البول، كنديرو فيه جوج بيضات، غنزيد عليهم جوج كيسان ديال السكر جلاسي. العبارات دائما كتكون بكاس العنبة. كنضيف هنا واحد القبصة ديال الملح باش كتوازن ليا المذاق. كنحركو جيدا حتى كيمتزج لينا السكر بالبيض. كنضيف هنا الزبدة اللي كتكون على حرارة المطبخ. كنزيد عليها جوج معالق ديال النشا، جوج معالق ديال الحليب بودر، كاس ديال الزيت، انا كنضيف جوج معالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان، كتعطيني واحد اللون زوين للصابلي وكذلك المذاق. كنضيفو الفاني، كنخلطو الخليط جيدا حتى كتذوب لينا القهوه. غادي نضيفو هنا الدقيق تدريجيا. هنا كنجمعوا الخليط بالاصابع ما ندلكوهش باش ما يتجمعش معنا في الفران والعجينه تكون رطبه. كيف تتشوفوا هذا هو العجين ديالنا، كيكون على هذا الشكل. كنسرحوه بين جوج ديال البلاستيكات، كنشكلوه بالشكل اللي بغينا. انا اختاريت هاد الاشكال على شكل مربع ودائري. ديما الصابلي ديالنا يكون رقيق باش كيجي زوين في المنظر. هنا من بعد ما شكلنا الصابلي ديالنا كندخلوه الفران على عافيه اللي تكون مهيله. كيف تتشوفوا هذا هو الصابلي اللي وجدناه، كيجي اللون ديالو موحد ومقرمش. هنا غادي نلصقوه بالكراميل، غادي نديرو وحده على وحده. في الفيديوهات الماجيه غادي نشارك معكم الطريقه ديال الشكلاط وكذلك ديال الكراميل. هنا غادي نزينو بالشكلاط اللي وجدت.
في الأخير هذا هو الصابلي اللي وجدت معاكم، كيجي مقرمش وبنين ما تشبعوش منه وما كيتهرش معاكم في التلصاق. ما تنسوش تدعموني وتخليوا لي إعجاب للفيديو. نلقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.